مرحبا. القولون العصبي وعلاقته بالحالة النفسية. طبعا نحن عارفين انه القولون العصبي مرتبط بشكل مباشر مع الاعصاب. لما عم نحكي عن قولون عصبي يعني العصب نفسه اللي مرتبط مع القولون، وهيدا من اكثر المشاكل اللي عم بتنصاب مع الناس او العالم اللي بتنصاب فيه، وبشكل كثير كبير للاسف. حتى صرنا نلاقي صغار بالسن عم بيتأثروا بهذا الموضوع وعم ينصابوا فيه. حسيت قبل هيك انه بطنك بتوجعك او متقلبة لما تكون متوتر او مضغوط؟ طيب شو العلاقة بين دماغك وبطنك؟ هون السؤال. القولون العصبي مش مجرد مشكلة في الهضم، هو أكثر من هيك بكثير. هو جهاز الهضمي مرتبط مباشرة بدماغ عن طريق حاجة اسمها العصب الحائر. هيدا كأنه خط ساخن، خط ساخن كيف نحن بنقول عاجل أو ضروري، هو هيدا خط ساخن بين المعدة والدماغ. لما تكون متوتر جسمك بيفرز هرمونات مثل الأدرينالين، الكورتيزول، والهرمونات مثل اللي بتأثر على حركة أمعائك، تسبب تقلصات، انتفاخ أو حتى إسهال. طبعا أغلب الأوقات اللي بيعاني فيها القولون بيكون الواحد بيعاني إمساك أو إسهال، وهذا كله بسبب التوتر. طب كيف بدنا نحافظ على هدوء القولون؟ هون السؤال. كيف نحن ممكن انه نحافظ على هدوء القولون وما نوصل لهيدي التوترات؟ اول شيء لازم نريح اعصابنا، بدنا نجرب التأمل، التمارين النفسية، بدنا نركز في الاكل، بدك تركز في اكلك، ابعد عن الدهون الثقيلة والاكلات اللي بتسبب الانتفاخ، خليك نشط. الرياضة بتساعد على جسمك بفرز هرمونات السعادة. نحن هذا الموضوع حكينا فيه كثير. نحن مجرد ما انت تحافظ على الرياضة راح تخلصك كثير من شغلات، واهمها اللي هي موضوع القولون العصبي. قولونك حساس بس اكيد انت اقوى منه. اتعامل مع جسمك ودماغك كفريق واحد وحتشوف الفرق. النهاية مع شعار صحتك تبدأ من راحة بالك.